حسني يا طنطاوي يا حبيب حسني، ابعت هالدبابة ما تدوسني، ابعت هالدبابة ما تدوسني، يا طنطاوي هات قناصة، يا طنطاوي هات قناصة، انت بجسمي مكان له رصاصة، انت بجسمي مكان له رصاصة. أنا محمد سمير، أمين مساعد اللجنة العلمية في اتحاد طلاب كلية هندسة. احنا نزلنا النهارده كلنا بأغلبية إرادة طلبة الكلية، لأن احنا أولا كاتحاد طلبة احنا بنعبر عن إرادة طلبة الكلية، لأن احنا الممثل الشرعي الوحيد ليهم. غير كده احنا كمان جينا عشان نعبر عن غضبنا ونعبر عن الغضب كله الكامن جوانا ناحية الأحداث اللي بتحصل دلوقتي، وناحية الظلم اللي الشعب بتظلمه، وناحية الشهداء اللي بيموتوا كل يوم، دم الشباب المصري اللي بيهدر كل يوم من غير أي ذنب. شباب كلهم في أعمارنا، وفي منهم زميل لنا كمان في الكلية مات، فأتوقع إن دي مش حاجة قليلة ممكن نسكت عليها. بالنسبة لنزولنا النهارده زي ما احنا شايفين النهارده الحمد لله الأعداد الطلبة كانت متوافقة معانا على المطالب اللي احنا نزلنا عليها. احنا نزلنا النهارده مش عشان نقول بس يسقط حكم العسكر، احنا نزلنا المبادئ كتير. اولها ان يبدا مجلس الشعب يقوم بدوره الاساسي، يبدا مجلس الشعب يكون لنا السلطه بتاعتنا، يبدا مجلس الشعب يعبر عن راينا. مجلس الشعب من ساعه ما اشتغل لحد النهارده حوالي اكتر من 12 جلسه، وهو بيعمل لجان تقصي حقائق او بيطلع توصيات، ما بينفذش اي قرارات. فده كان مطلبنا الاساسي او مطلبنا الاول، اتمحور حوالين ان مجلس الشعب يبدا يقوم بدوره الحقيقي، يبدا يعمل لنا سلطه توافقيه الشعب كله يتوافق عليه. ده كان سبب نزولنا، هدف نزولنا الرئيسي. انا مش جايه النهارده عشان اقول ان احنا بورسعيد مش مظلوم، ان انا مش جايه بره بورسعيد. انا جايه النهارده علشان الجرح اللي مصر كلها جرحته في الماتش اللي مات فيه لغايه دلوقتي قناه الاهلي قالت 194 بني ادم، فده جرح كلنا متاثرين بيه. انا مش جايه ادافع عن البلد دي اللي مات فيها اخواتنا، ولازم كلنا نضحي يعني زيهم عشان نجيب حقهم. واحنا مش هينفع نسكت ونستنى، لان كل شويه يعملوا لجنه تقاصي حقائق وما شفناش اي حاجه لغايه دلوقتي. فاللي مات لازم من ايام موقعة الجمل ومحمد محمود ومسبير وغيرهم والماتش، فاحنا لازم نشوف حل، والقصاص هو الحل. فانا مش جايه عشان ابرق بورسعيد النهارده، انا جايه علشان اقول ان لازم وقفه لحد كده، والمجلس العسكري لازم يسلم السلطه دلوقتي. مفيش حاجه اسمها نستنى لشهر 6، كل شهر بيعدي بيموت مش اقل من 100 بني ادم، والافات مصابين والافات معتقلين. لو استنينا لشهر 6 مش هنلاقي حد يبني في البلد دي. المجلس العسكري لازم يسدي ودلوقتي. واللي بيتكلم ان الاضراب بيعطل حركه الانتاج، احنا اصلا دوله 90% قايمه اقتصادها على الاستيراد، احنا ما عندناش انتاج اصلا. ولما الحركه الطلابيه تقوم تعمل اضرابات وتعبر عن رايها، التاريخ بيثبت ان الحركه الطلابيه من اقوى الحركات اللي كانت بتحرر مصر، واحنا مش هنسكت وهنفضل مستمرين. والمجلس العسكري ومجلس الشعب بيشتغلوا في طريقهم واحنا شغالين في طريقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد حسن، رابعة اتصالات هندسة بورسعيد. الحقيقة أنا جاي هنا النهاردة مش عشان أبرق بورسعيد، لأني أنا شايف إن الأمر ده مفروغ منه أساسا. كون إن إحنا نقول بورسعيد جمهور نزل وجمهور ما نزلش، بورسعيد هم اللي ضربوا وهم اللي قتلوا، أنا شايف إن الأمر ده مفروغ منه، وعيب إن أنا أتكلم في حاجة زي دي، لأننا كلنا مصريين. قبل ما أكون بورسعيدي أنا مصري، واللي مات ده أخ ليا. النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم فيها هي نقطة كارثية. ليه؟ دلوقتي اللي بينزل مظاهرات ده سواء في التحرير او اي مكان عارف ان هو ممكن يموت، هو نازل اساسا ممكن يعني يضحي بروحه علشان القضيه اللي هو نازل فيها. طيب احنا نيجي نبص على المباراه زي دي، الكارثه ان الراجل ده جاي في بلدنا بورسعيد، المفروض ان روحه دي امانه في ايد الامن. انا مش قادر اتخيل ازاي الامن يقف يتفرج على ناس بتموت.
انا دلوقتي نازل من بيتي، لا رايح اتظاهر ولا رايح حاجه، دي كارثه. انا ممكن استنجد براجل امن في الشارع يقول لي انت حر، انا ماليش دعوه بيك، مش انتوا اللي عملتوا فينا كده. انا بسال هل دور رجل الامن ان هو يتفرج على الناس وهي بتموت؟ طيب بلاش، ازاي انا هأتمن الناس دي على روحي بعد كده، روح اولادي، روح قرايبي؟ انا لما باجي انزل من البيت والدتي بتقول لي خد بالك من نفسك، وهي عارفه ان انا ممكن ما ارجعش، وانا لا رايح مظاهره ولا رايح اي حاجه. فيعني هقول ايه بس غير لازم وزاره الداخليه تتطهر، لازم وزاره الداخليه تتطهر. قاعدين يقولوا السياحه، وقاعدين يقولوا الاستثمار، وقاعدين يقولوا ان البلد بتضيع اقتصادها وان ما ينفعش نعمل اضراب. طيب حضرتك دلوقتي بتطالبني ان العجله تدور. طيب زمان في اول الثوره قالوا لنا ان الامن لازم يرجع الاول علشان الاستثمارات دي تيجي. هل الامن مصر بالمنظر اللي كان في الاستاد ده يخلي العجله تدور؟ انا عايز حد يرد على السؤال ده. هل امن مصر لو كله زي اللي شفناه في استاد بورسعيد عليه العوض ومنه العوض؟ لا تقول لي عجله ولا تقول لي. انا عايز المسؤول عن الاحداث دي ومين اللي ورا الاحداث دي، عشان الاحداث دي المفروض ما تتكررش، واي حد من افراد الامن مسؤول عن المهزله اللي حصلت دي المفروض يتعاقب. المفروض وزاره الداخليه تتطهر من كل ده. احنا عمرنا ما هنكون احسن بالناس دي، مش ممكن. انا شايف ان اهم حاجه في المرحله الجديده ان احنا نطهر نفسنا الاول. مش عيب اللي غلطان يقول انا غلطان، واللي كان مع النظام ومبسوط يقول انا كنت مع النظام، بس يبقى احسن. ما ينفعش الناس دي تفضل كده، عمرنا ما هنتقدم. تالت حاجه انا عايز اقولها، انا مستغرب من الهجوم الرهيب على الاضراب والعصيان المدني اللي موجود في التلفزيون المصري. انا مش عارف، يعني ده حق دستوري، باي حق يهاجموا الناس؟ انا مش عارف، انا حاسس ان انا عايش ايام ثوره 25 بالظبط. هجوم رهيب، ناس طالعه تقول انتوا هتبوظوا البلد، ناس طالعه تقول عجله الانتاج. انا عايز اعرف عجله الانتاج ايه اللي هتقف؟ حد يفسر لي انهي عجله انتاج. انا عايز اعرف انهي عجله انتاج في ظل الامن وظل الاوضاع اللي موجوده دلوقتي. حد يرد عليا. رابع حاجه انا عايز اسال سؤال. المجلس العسكري قال انا مش هسلم السلطه غير 30 يونيو. طيب ده قرار يعني منتهي. طيب لو حصل مثلا ان البلد قامت عليه، هل هيفضل برضه مصمم؟ هل ممكن يسيب البلد تتحرق عشان هو يسلمها 30 يونيو؟ مش عارف السبب، يعني يا ريت لو في حد عارف السبب يطلع يقول. يعني مش طب بلاش، طب ما يسلمها للبرلمان. انا ما اعرفش برضه، يعني مفيش ردود. كل الثوره من اولها لحد دلوقتي الناس بتسال ومحدش يعرف ايه اللي بيجري ورا الكواليس. والشعب مش مشكله. الجيش اهم حاجه عنده المنشآت، هيئه قناه السويس اتوزع منشورات. اقول ايه بس؟ جيش واقف عند بوابه الهيئه، جيش، لكن عسكري جيش واحد في الاستاد علشان هم اكتر من 75 بكتير، علشان 75 واحد يموتوا ازاي يبقى في جيش؟ مش مشكله، دي ارواح. ف يعني لو انت حاسس انك هتموت بالظبط، على الفيسبوك بيقولوا اعمل لنفسك مبنى بسرعه، بس تقريبا كده. حتى المبنى اللي هو محافظه بورسعيد ايامنا اتحرق، وملهاش تفسير برضه، يعني لا ارواح ولا مباني. شكرا. احنا بقالنا 6 شهور دلوقتي، 6 شهور بقالنا تحت حكم العسكر. عملنا ايه؟
عملوا لنا ايه؟ اكتر من سنه كمان عملوا لنا ايه؟ ولا حاجه. ادينا الناس بتموت و74 واحد عشان ماتش كوره. لا دي مهزله بجد مهزله. احنا لازم هنا نعتصم لغايه لما نبين قدام الناس كلها والراي العام ان احنا شعب بورسعيدي، وان احنا ما نبقاش تحت الحصار. هو خلونا، هم دي المؤامره بتاعتهم، ان يخلونا تحت الحصار، يخلوا البلد بورسعيد دي بلد يعني يعزلوها عن الناس بحيث انها تبقى زي اسرائيل زي كل الناس. لا طبعا، لا طبعا ما ينفعش استنى، لازم انزل اعتصم ولازم انزل الاضراب علشان ابين ان المجلس العسكري ده مجلس لا ينفعنا، مجلس ملوش دعوه بالعسكر. انا مختلف. انا جاي النهارده للمطالبه بحقوق الشهداء، كل شهداء مصر من اول ثوره 25 يناير، ورغم كل احداث الانتهاك العسكر، من احداث ناصر مدلول لاحداث نسبيرو لاحداث محمد محمود لمجلس الوزراء لمذبحه بورسعيد، لغايه ان كل احداث الانتهاك العسكر انا بقول يسقط حكم العسكر. انا محمود المخزنجي من هندسه بورسعيد قسم الغاز الطبيعي. جاي النهارده اشارك في التظاهره دي استكمال لثورتنا اللي لسه ما نجحتش. المطلب واحد معروف اللي هو تسليم السلطه من العسكر للمدنيين. وبالنسبه للاضراب انا مضرب طبعا عن الدراسه، والاضراب في وجهه نظري هو اخر حل سلمي قدامنا. احنا استنفذنا كل الحلول السلميه اللي ما نجحتش، ده اخر حل قدامنا. احنا نزلنا النهارده يعني عشان نكون مع كل الجامعات في الاضراب اللي هم عاملينه، وعشان نبقى كلنا مطالب واحده، المطالب اللي الناس اخواتنا ماتوا عشانها من الاول. احنا سكتنا كتير، يعني قعدنا سنه ساكتين، تخيلنا ان الثوره نجحت وان النظام فعلا سقط وان احنا هنحقق اللي احنا بنتمناه واللي الناس ماتت عشانه. بس لقينا بعد كده احداث محمد محمود مسبير ومجلس الوزراء، الناس بقت بتموت بشاعه، حياه الانسان المصري ما بقتش حاجه بالنسبه لهم، البنات بقت بتتسحب في الشوارع. احنا تعبنا، وصلت لان 74 واحد يموتوا في اقل من نص ساعه، دي مصيبه. يعني احنا حصلت عندنا في بورسعيد الحزن بالنسبه لنا وبالنسبه لهم لمصر كلها مش لبورسعيد بس احنا كان لازم ننزل ونقول كفايه كده على المجلس العسكري. والناس اللي بتقول هي 3 شهور وخلاص هيمشوا انتوا مستعجلين على ايه؟ لان احنا لو سكتنا، لو صبرنا كمان عليهم 3 شهور دول كلنا هنموت. وكل شاب دلوقتي في مصر قاعد مستني دوره او دور اخوه او دور اي حد من اصحابه. فاحنا لازم نحس باهالي الناس دي، لازم ناخد حق عيالهم علشان هم قلبهم يقدروا يكملوا حياتهم وقفت بعد ما عيالهم ماتوا بالطريقه البشعه اللي ماتوا بيها في الاستاد. اطفال عندهم 15 سنه يموتوا مخنوقين، لو يهود مش هيعملوا معانا كده. فاحنا عايزين بنطالب بالقصاص من الناس اللي تسببت في موت اي اخ من اخواتنا واي طفل، وعايزين القصاص من الناس النظام السابق اللي لسه ما سقطش، عايزين اسقاط النظام، بس عايزين نكمل الثوره. طب ما هو قال 6 شهور قبل كده وقعد 10 وما مشاش، فليه نستنى لقدام؟ وليه قدام هنقعد نستنى 3 شهور وكل يوم بيموت مننا ناس؟ ما هو في ايده الحل دلوقتي. هو ليه لازم الحل يجي بدم الناس؟ ليه هو ما يتحركش من نفسه يبقى همه هو مصلحه البلد زي ما احنا همنا وشايلين على كتافنا مصلحه البلد؟ هو كل مصلحته بس الفلوس اللي بتجيله من بره والمصانع بتاعته وميزانيته، ولا همه اساسا في البلد. فعشان كده هو كل يوم بيموت مننا ناس، وما ينفعش بعد كل كميه الناس اللي ماتت دي نستنى ولو يوم واحد في الصبح. انا نوران من كليه تجاره وجايه هنا عشان عاملين اضراب. هنبدا بالاضراب، يعني لو هما ما نفذوش مطالبنا الموضوع بالتدريج ممكن يوصل لعصيان مدني، لان احنا يأسنا. عملنا محاولات كتير، ظهرنا يعني مشينا في الشارع وبقينا ننده ونقول وسلميه ويسقط محدش بينفذ مطالبنا بسهوله جدا. هو اضرب عن تنفيذ مطالبنا، احنا كمان بنعمل اضراب. بدل هو اضرب احنا كمان بنعمل اضراب. ولو هو شايف ان دوت غلط فعلا ضد مصلحه البلد والاقتصاد، خلاص تنازل عن السلطه وسيبها ونسلمها لواحد مدني. لو انت شايف ان لو انت فعلا بتحب البلد خايف على مصلحه البلد. لكن واضح ان هو مثبت في الكرسي او مثبت في السلطه. خلاص احنا كمان متمسكين، كفايه لحد دلوقتي موت يعني. والناس اللي بيقولوا لنا نستنى ال6 شهور ونستنى مش عارفه 3 شهور، تقريبا كل شهر بيموت قد كده. هو يعني لو استنينا للكام شهر دول تقريبا هيموت الشعب كله. ولما يبقى اخرها حبه ماتوا في ماتش كوره نص ساعه، ناس رايحين يشجعوا يطلعوا من المود اللي هم فيه ويموتوا، يبقى ما ينفعش نسكت، ما ينفعش. والناس اللي بيقولوا لنا عجله الانتاج وبتاع، هي اساسا واقفه لان هو مش بيسلم السلطه. مفيش دستور، مين هيجي هنا يستثمر ولا يعمل اي حاجه؟ مفيش دستور،
مفيش حركه. لو خلال هو قال 6 شهور وهيسلم السلطه، لو في الوقت ده كان هو سلم السلطه زمانتنا كنا عملنا دستور وعملنا انتخابات رئاسيه وخلصنا. بعدين الموضوع سهل جدا، احنا مش هنموت من غير، لو هو مشى ورجع سكناته احنا مش هنموت ولا هنتشرد. احنا عندنا حق ان احنا نسلمها لرئيس مجلس الوزراء لمده 60 يوم. الموضوع سهل جدا. احنا جايين هنا وهنعتصم، ولو ما تنفذتش طلباتنا احنا هنرفعها للعصيان المدني. يحاربوا علينا وقالوا تغيير، يحاربوا علينا وقالوا تغيير، يحاربوا علينا وقالوا تغيير، يحاربوا علينا وقالوا تغيير. قالوا مبارك حطوا بجيب، قالوا مبارك حطوا بجيب، قالوا مبارك حطوا بجيب، قالوا مبارك حطوا بجيب. قتلوا الأسرة الأحرار، قتلوا الأسرة الأحرار، قتلوا الأسرة الأحرار، قتلوا الأسرة الأحرار. علشان وقفوا مع الثوار، علشان وقفوا مع الثوار. الحل الوحيد دلوقتي ان الامور تتصلح في البلد، تسليم السلطه لسلطه مدنيه منتخبه، يا اما يسلم المجلس العسكري لمجلس الشعب السلطه، يا اما يسلمها لحكومه مدنيه او مجلس رئاسي مدني، ويسارع في اجراءات انتخابات الرئاسه، عشان دلوقتي لازم رئيس جمهوريه يستقرار بسرعه، مش هيجي الا برئيس بسرعه. انا بقى من طالبه هندسه جايه هنا معتصمه مع اصحابي في الكليه لحد ما الحكم العسكري يمشي ويحقق مطالبنا، عشان العسكر مسك البلد بقى اكتر من سنه وقال 6 شهور. المفروض 6 شهور دي ممكن يسلم فيها السلطه، بعدها ما حصلش اي حاجه من دي. ولما 6 شهور وبقى له اكتر من سنه قاعد، عمري ما هصدقه اللي هو يقول لي 3 شهور وهيمشي. في خلال 6 شهور دي، في خلال السنه دي كلها حصل مصايب، من اول مسبير ومحمد محمود رئيس مجلس الوزراء، كتير ناس كتير قوي ماتت، ناس كتير قوي استشهدت، مفيش اي حق من حقوقهم بيرجع، وناس كتير اتصابت، وناس كتير فقدت عينها، مصالح كتير توقفت. لحد اخر حادثه في الاستاد في خلال نص ساعه 75 واحد ماتوا، فلما بالك بقى لما انا استنى عليه 3 شهور، ايه اللي هيحصل في ال3 شهور دول؟ ما ينفعش دستور يتحط والعسكر موجود، ما ينفعش العسكر يشرف على انتخابات في الرئاسه، لازم العسكر يمشي ويسلم الحكم دلوقتي حالا. كفايه بقى ما ينزل لحد كده. طب هسألك سؤال. الحل انا شايف بصراحه ان المفروض ان يحصل اللي يحصل تعاون اكتر كده من الجيش، وان الجيش يريحنا ويسوي لنا المطالب اللي احنا طالبينها كشباب، تمام، ان هو يسلم السلطه لمجموعه من اداره عاجله للبلاد، تتمثل في مجموعه من الشخصيات البارزه في مصر، تمام، ومجموعه من مرشحين الرئاسه، بحيث ان هي تشتغل في البلد وتسيب الجيش يشتغل زي ما هو في حدوده، واحنا كمان نشوف شغلنا جوه البلد، عشان مش عايزين البلد تخرب اكتر من كده. فاحنا كل شايفينه بجد ان احنا ما نحاولش حد يجي يخش بينا ويبوظ العلاقات بين اي محافظات بين بعض، مش عايزين حاجه تحصل حرب اهليه بين اي حاجه. فارجوكم بجد ساعدونا عشان نوصل للي احنا عايزينه. كل اللي عايزينه ان احنا نقعد جنب بعض، مش عايزين ان احنا نسيب ايدين بعض، كل نسيب ايدين بعض عشان اللي جاي الفتره اللي جايه صعبه قوي قوي. اوكي، انا ساره من كليه هندسه. انا جايه النهارده بعلن ان انا مضربه هنا في الكليه، اعتراضا على الحكم العسكري هنا في الكليه، وكمان شايفه ان هنا التعليم مش قوي اليوم اللي هو هيأثر معايا، او اللي انا هتأثر او هتضر بان انا يوم هفضل فيه مضربه هنا. انا مش شايفه ان التعليم يعني حتى مدينا قيمه هنا، يعني شايفه ان احنا اسفت يعني جامعه على مستوى الجمهوريه فيها تعليم. وكمان عايزه اقول للمجلس العسكري ان هنا البلد كلها مستهونه بيه، يعني مفيش يعني البلطجيه ماليه الشوارع، الدنيا عماله تتخطف، الناس كلها بتتخطف وبتموت. مش شايفه ان البلد عامله قيمه للمجلس العسكري يعني، او حد عامل له اعتبار. كمان هو مش ماسك البلد ماسكه اللي هو محسسهم ان في روح، في حد بيحكم، اولها مثلا مسبير ومحمد محمود، حادثه مجلس الوزراء ومسرح البالون، واخرها حادثه استاد بورسعيد. شايفه ان الناس كلها بتتقتل وبتموت، ومفيش حد عامل حساب للمجلس العسكري ومش ماسك البلد. مش شايفه يعني ان هو اللي هو عمال يدي قرارات وبس. مش شايفه ان هو ماسك السلطه ماسكه كويسه. انا مش عارفه هو مستني ايه بعد كده. احنا لازم نشوف لنا حل عشان الناس اللي بتموت دي، وربنا يستر. الحل في وجهه نظري ان المجلس العسكري يستجيب لمطالب الشعب ويقوم بتسليم السلطه فورا للمدنيين، لان سنه كامله مرت ما شفناش فيها غير مجازر ودماء، وما فيش اي بوادر بتقول ان في امل او في تغيير او في اي حاجه. فده افضل سيناريو ممكن البلد
تروح لي ان يسلم السلطه بشكل سليم، واحنا موجودين وقاعدين ما وراناش حاجه، وراه الزمن طويل. انا جايه ليه النهارده؟ لا هو انا جايه عشان انا بطالب ان الرئيس يبقى الاول ويعملوا انتخابات رئاسيه على طول. بس انا مش مع ان يسقط حكم العسكر دلوقتي حالا، لان الواحد المفروض بيسال نفسه لما هيسقط حكم العسكر دلوقتي مين اللي هيجي بداله. بصراحه انا الناس اللي مرشحه نفسها، رغم ان انا كنت مقتنعه بناس كتير في الاول من الناس اللي مرشحه نفسها لانتخابات الرئاسه، بس في المواقف ما قدرتش الاقي حد اثبت ان هو فعلا هيكون جدير ان هو يكون رئيس لجمهوريه مصر. بس انا يعني بالنسبه بقى للعسكر انا مستغربه ردود افعاله ومستغربه طريقته. يعني مثلا في الاحداث قتل ناس وسحل البنات ومش عارفه ايه، هو كان المفروض يقبض على طول على اي حد بيتظاهر، يتلموا عليه، زي بدل ما يتلموا يضربوا يتلموا يقبضوا عليه لو هم شايفين فعلا ان ده بني ادم بيخرب، انما يقتلوا ويسحلوا فده يعني موقف غريب. بس انا شايفه ان مصر المفروض يبتدوا يعملوا انتخابات رئاسيه تتعجل وتبقى هي الاول، لان انا مش شايفه ان العسكر قادرين كفايه ان هم يحكموا البلد. بس انا مش لا شايفه ان هم قادرين كفايه ان هم يحكموا البلد، ولا شايفه ان ممكن يبقى في رئيس يعني يبقى كويس. هيجي حد تاني احسن. انا شايف ان كل انتظار في الوقت زياده هيوقع شهداء زياده ويوقع مصابين زياده، مفيش مطالب بتتحقق، مفيش استقرار سياسي، مفيش اقتصاد، البلد بتقع فعلا. هم عاملين فزاعات بس هم السبب فيه. هو لو حصل الناس ماتت من الجوع مش فارق معاهم. 40% من اقتصاد البلد في ايد الجيش والناس مش مستفيده منه حاجه. فهو تسليم السلطه دلوقتي ويكون في شفافيه حتى في الاقتصاد وحتى في كل حاجه، هو ده يدفع عجله الانتاج والتنميه، بدل ما كل موارد الدوله متوجهه لقتل الجيش ومفيش حاجه بتنفذها خالص، ولا الناس مش لاقيه تاكل، لقت اكل قبل الثوره وجاعت اكتر بعد الثوره. حل الأزمة اللي احنا فيها ان البلد عشان تستقر لازم تسليم السلطة لهيئة منتخبة تعبر عن الشعب، مش هيئة مجبرة، مش هيئة عسكرية. لازم يبقى التعامل بسيادة القانون ان انا لما خالف تقبض عليا من غير ما تهني، من غير ما تقتلني، من غير ما تسحلني في الارض. سيادة القانون هي الاستقرار. الاستثمارات والازمه الاقتصاديه اللي بنمر بيها مش هتيجي الا لما يتفرض سياسه منتخبه، هيئه سياده القانون تتفرض ويبقى فيه امن. الامن اللي المجلس العسكري رافض ومش عايز ان هو يحققه. المجلس العسكري ممكن يفرض الامن في 24 ساعه بس هو اللي مش عايز. مفيش استثمارات من غير امن، مفيش استقرار من غير امن، مفيش مصر مش هتتقدم خطوه طول ما المجلس العسكري قاعد فيها. المجلس العسكري لما يسلم السلطه البلد دي هتقوم لها قومه. طول ما المجلس العسكري قاعد هيفضل الكيرف في النازل لغايه ما هنغرق. وبالنسبه لازمه مصر الاقتصاديه كل الناس بتقول لك 24 ساعه الصناديق الخاصه تحل الازمه الاقتصاديه، يعني هو مش عايز يحل او مش عارف. في الحالتين ما يلزمناش، واحنا عشان نقعد نتحايل على مجلس الشعب اللي احنا انتخبناه وقفنا بالطابور 8 ساعات ان احنا نتحايل عليه ان هو يستلم السلطه، ده حقنا. هو بيزايد علينا وبيبيع ويشتري فينا وفاكر ان هو بيمن علينا، ده حقنا، ده واجب. هو المفروض يستلم السلطه. ما نشوف هيعملوا ايه، بس حل الازمه لازم لا ينفع لا دستور ولا انتخابات نزيهه تحت حكم العسكر. هتجيب حد هم مسيطرين عليه، لا ينفع لا انتخابات ولا دستور تحت حكم العسكر. كل ما بطول الفترة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري كل ما بيزيد إراقة دماء المصريين من دون أي مبرر. المجلس العسكري أصلا جه في السلطة مبارك كلفه بمهام رئيس الجمهورية، وده اصلا كان غير دستوري، بس احنا وقتها وافقنا لان المجلس العسكري ساعتها كان حمى دماء المصريين او لم يتعرض للمصريين، فشرعيته جت من هنا. النهارده عده مجازر بمعدل كل شهر تقريبا مجزره وغيره، فالمجلس العسكري لم يحترم دماء المصريين، فبالتالي هو فاقد للشرعيه. اول ما مسك قال هقعد 6 شهور، بعد كده قال لا مش عارف هسلم في 2013 في الشهر كام، واللي هو ايه بيفضل يمد، وبعد كده ايه على ما يتصرف ويجيب حاجه تانية عشان يمد. وكل ما الفتره بتطول زي ما احنا شايفين دم كل يوم. وانا شخصيا لا اثق ان المجلس العسكري هيسلم السلطه في شهر 6 زي ما هو قال، انا لا اثق ابدا.
ما ينفعش العسكر يفضل اكتر من كده. متهيألي لو العسكر كمل في الحكم البلد هتخرب، الاقتصاد هيخرب، عجله الانتاج اللي بيقولوا واقفه لحد دلوقتي هتقف اكتر ما هي واقفه اصلا. يعني متهيألي لو العسكر فضل بعد كده هيخلص على البلد كلها. كفايه يسقط حكم العسكر. انا شايف ان الحل من هنا ان احنا لازم ننسى اختلافاتنا وانتماءاتنا ونرجع نتوحد تاني زي الثوره اول الثوره السنه اللي فاتت. اما الناس كلها اتفقت على طلب واحد اتحقق في 18 يوم، لكن دلوقتي لما احنا اختلفنا وجرينا حوالين تقسيم السلطه بسرعه، المجلس العسكري هو الوحيد المستفيد من كده، وهو اللي قاعد بيتفرج علينا وماشي بسياسه فرق تسد. فلازم نتوحد على مطلب واحد وهو تسليم السلطه لسلطه مدنيه منتخبه، ويكون الرئيس قبل الدستور، لان الدستور لو اتكتب تحت حكم العسكر الدستور هيبقى فيه مأمن ضمانات ليه تأمن عدم محاسبته وتوفر له الخروج الآمن بعد ما كل الناس دي ماتت وحقوقها راحت، والآلاف المصابين من أول الثورة لحد دلوقتي حقوقهم مكتوبة. الحل في وجهة نظري ان الشعب كله يقف ايد واحده زي ما وقف ايام عصر مبارك البائد. كان الشعب كله نزل متوافق على مطلب واحد، ان حكم الظلم يزول. فالحل دلوقتي ان الشعب كله يتحد، ما نبقاش متقسمين 3-4 فرق كل فريق بيطالب بحاجه معينه. المفروض ان احنا متفقين كلنا ان في دم مصريين بيهدر. المفروض ان احنا كلنا كل الشعب المصري بيقف ايد واحده ان الدم دوت لازم يقف في اهداره. ده هيكون الحل المحوري للازمه اللي احنا فيها، ان الشعب كله يجتمع تحت رايه واحده او تحت كلمه واحده في الوقت اللي احنا فيه. ضد العسكر.